النهارده السبت 10/1/2026. الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا بيعة فراخ النهارده. السوق طبعا اتهز هزه وحشه ونزل من 75 ل 73 والنهارده 70، وفي تنفيذات اقل من كده كتير، ولكن الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. والحمد لله تم بيع العنبر بالكامل. وقت يا جماعه نزول السعر دايما بتيجي تكلم التجار يقول لك حاضر هجيلك، وتلاقيه اصلا مأكد على فراخ تانية في حتة تانية ويسيبك ويروح. فبرضه دايما يعني قبل ما تبيع فراخك بيوم او اتنين تبقى انت مرتب مع تاجر محترم وابن حلال، ويكون في بينكم سابق تعامل قبل كده، بحيث ان انت تاخد كلمته ثقة وخلاص وتبقى مرتب عليه. انما ما تجيش قبل ما تبيع الفراخ بثلاث اربع ساعات او خمس ست ساعات تيجي تدور على تاجر، فطبيعي في الوقت اللي فيه نزول سوق مش هتلاقي حد. اما بالنسبة لو السوق حلو والسوق مفيش فراخ، فهتيجي تبص ألف مين هيجيلك. دي نقطة نخلي بالنا منها. الحمد لله خلاص كده ربنا كرمنا، وإن شاء الله بإذن الله هنبدأ الفترة الجاية، ومن بكرة إن شاء الله هنبدأ نرفع السبلة، وهنبدأ بقى إن شاء الله إن إحنا نطهر العنبر بالكامل. هنبدأ نغسل الأرضيات كلها، هنبدأ نفتح الشبابيك ونغسلها، هنبدأ نطهر برضو السقف بقدر الإمكان. وممكن برضو لو حسينا إن السقف محتاج تطهير بالتبخير هنبدأ إن إحنا نبخر. بحيث برضو ان مثلا التطهير بتاع التبخير بيطلع ما بين الخشب وبعضه، او ما بين القش، او ما بين السدد اللي فوق في المزرعه. برضو النبل هيتغسل بالكامل، خطوط النبل برضو من جوه لازم تتغسل. هنبقى معاكم برضو لحظه بلحظه في حته التطهير، وباذن الله مكملين معاكم، وان شاء الله باذن الله يعني بدايه الدوره الجايه ان شاء الله هنكون مع بعض. وبالمناسبه برضو عشان ما انساش حته الكتاكيت ما اتكلمتش فيها. يا جماعه انا عايز اقول لكم احنا السنه دي، او من اربع خمس شهور فاتوا لحد اللحظه اللي احنا فيها النهارده 10/1/2026، الكتاكيت كتيره جدا. وعايز اقول لك ان الموضوع ده مكمل معانا لحد ست شهور قدام. ما هو بالعقل وبالمنطق لما نيجي نحسبها ونحسب الامور من بعيد شويه، هنلاقي ان اصحاب قطعان الامهات لما جم السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت اواخر 2024 واوائل اول سنه 2025، اصحاب القطعان كانوا بيبيعوا الكتاكيت ب 30 وب 40 وب 50 ووصلت لحد 60 جنيه. فالناس دي يا جماعه برضو عملوا فلوس جامده جدا. يعني كل واحد كان داخل براس مال وليكن مثلا على سبيل المثال مليون جنيه، المليون ممكن يكون اصبح 100 مليون جنيه. يعني ما شاء الله ما شاء الله كانت مكاسب او فتره ربح بالنسبه لهم جباره. فطبعا اي حد او الانسان بطبيعته بيبقى عنده حته الطمع اللي هو مهما اديته هل من مزيد عايز كمان. فتيجي تبص الجماعه دول كلهم بدأوا ان هم يعملوا ايه. اللي كان عنده قطيع كتاكيت واحد وليكن مثلا بينتج له 10,000 كتكوت في اليوم، بقى النهارده بينتج 100,000. واللي ما كانش له في الشغلانه او بيربي تسمين بدأ يتجه للامهات. الدنيا كلها اتجهت للامهات. اصبح انتاج الكتاكيت عندك مثلا لو كان يوميا انتاج الكتكوت مليون كتكوت يوميا على مستوى الجمهوريه، فالنهارده ممكن انتاج الكتاكيت عندك 10 مليون كتكوت يوميا. طيب ايه اللي بيحصل بقى وبيبرجل السوق؟ في بعض الشركات الكبيره العملاقه بدات ان هي تعمل لنفسها محطات كتيره جدا وتستصلح وتعمل محطات في الصحاري. طيب الناس دول وقت ما بيحسوا ان سوق الكتاكيت اتهز بيبداوا ان هم يجهزوا محطاتهم ويبداوا ان هم يسكنوا الكتاكيت في محطاتهم. اذا تيجي تدور ما تلاقيش كتاكيت، ويجي بعض الموزعين او لا مؤاخذه في الكلمه المطبلاتيه يقعدوا يكتبوا لك على الفيسبوك الكتاكيت راحت، الكتاكيت اختفت، الطياره هتطلع، الطياره هتنزل. وشغل بصراحه يعني حاجه تضايق. يعني ده ناس كبيره وناس عندها 40 و50 سنه وعقولهم لا مؤاخذه عقول عيال صغيره. فحزب الله ونعم الوكيل في ام حزب الله ونعم الوكيل في اي حد بيدور على مصلحته الشخصيه على حساب حد تاني. بالرغم ان مصلحته الشخصيه ديت حاجه بسيطه ما تتذكرش. يعني هو لو هيبيع له دفعه كتاكيت هيكسب له فيها 1000 2 3 5 10، بس بيورط معاه مربي بيربي مثلا، او بيبقى مكلف معاه 300 400 الف جنيه، والناس بتوصل لحد مليون واثنين وثلاثه. فيا جماعه بلاش برضه نجري ورا كلام الفيسبوك. يعني الفيسبوك اغلب الكلام او اغلب اللي بينشر على الفيسبوك بينشر لمصلحته الشخصيه، بيدور على استفاده. فانت دايما ما تحطش نفسك كبش فدا لحد. انت قبل ما تفكر انك تدخل مزرعتك او تجيب كتكوت احسب حسبتك صح، واحسب حسبتك على انك تبيع ب 60 جنيه. يعني 75 جنيه ديت اعتقد ان هي جت كده على غفله. يعني هو ممكن برضو يكون لها اكتر من سبب. لان في الفتره او من 40 يوم بالظبط كانوا اصحاب الامهات كانوا بيرحلوا البيض، وبدا البيض المرحل انه ينتج دلوقتي. فتيجي تبص يعني كله كان مرتب حاله انه احنا مثلا هنرحل البيض ونبدا ندخله المعامل ويطلع على دخله موسم رمضان اللي هو الايام دي، اللي هو المفروض اصلا الكتكوت النهارده يبدا يرفع.
فلما كلهم فكروا بنفس الفكر وبنفس الطمع، ده ادالنا عرض كتاكيت زياده جدا عن المطلوب، لذلك رفعوا الكتاكيت بغباء لحد 30 جنيه، من 11 ل 30 جنيه في خلال اسبوع او 10 ايام بالظبط. النهارده يعني الكلام ده كانت وصلت 30 جنيه يوم الخميس، النهارده السبت يعني ما فيش غير خميس جمعه سبت، النهارده السبت سمعنا 25 وسمعنا 20 وسمعنا 15 وسمعنا تنفيذات لحد 7 جنيه و8 جنيه. طيب اللي جاب كتكوت يوم الخميس يوم 8/1/2026 جابه ب 30 جنيه، ذنبه ايه بقى النهارده لما يلاقي الكتكوت ب 10 جنيه؟ يعني اللي مدخل النهارده 10000 ب 30 جنيه الكتكوت، ويجي يدخلهم النهارده بس في خلال 48 ساعه، فرق ما بينهم حركه 400,000 جنيه، فرق سعر كتاكيت بس تقريبا 400,000 جنيه. فاللي بيحصل في تسعير الكتاكيت ده ما يرضيش ربنا، يعني ده حرام وتلاعب باموال الناس وتلاعب برضه بعقول الناس، فده ما يرضيش ربنا. فرجانا يا جماعه نراجع نفسنا في تسعير الكتاكيت. خلاص هي الازمه معروفه، واي حد يفهم في فراخ ما يفهمش في فراخ يعني عنده فكره ان الكتاكيت السنه دي زايده عن كل سنه. يعني النهارده الكتاكيت زياده عن كل سنه بطريقه ما حصلتش ولا هتتكرر قبل كده. فخلاص نبدا بقى ان احنا نهدى في التسعير، والخساره عامه على الكل. فعشان الحلقه تمشي والدنيا تدور، الكتاكيت سعرها يثبت، واللي نبدا ندور عليه دلوقتي مش طلوع سعر اللحم، اللي نبدا نفكر فيه دلوقتي اللي احنا نناشد بنزول اسعار علف. وربنا يرزق الجميع وربنا يستر علينا جميعا، وربنا يعوض على الجميع ان شاء الله. واستنونا باذن الله في الحلقه الجايه في سلسله ال 3000 كتكوت. النهارده كانت الحلقه الاخيره، وصممنا ان احنا نصور لكم العنبر بعد ما طلعنا الفراخ والسبله موجوده حاليا والعنبر فاضي. وباذن الله مكملين معاكم في كل يوم برضو، او كل دوره ان شاء الله هنعمل لها عرض او هنعرضها لكم باذن الله، ونعرض لكم التفاصيل بتاعتها. وبالنسبه لاسئله كتير جدا اتسالتها في كومنتات ان شاء الله باذن الله يعني، بس والله الفكره كلها ان يعني وقتنا ضيق جدا، فباذن الله وقت ما تتيح فرصه هنبدا نرد على التعليقات كلها المهمه، وخصوصا التعليقات اللي فيها اسئله كويسه بحيث ان الكل يستفاد منها. وان شاء الله باذن الله هنكمل معاكم في الدوره الجايه، واستنونا ان شاء الله باذن الله اول ما هنطهر وهنعقم ونبدا ندخل الدوره الجديده هنكون معاكم باذن الله خطوه بخطوه. يلا.